البيشي، حاصل على جائزة الدولة التشجيعية. وطبعا السي في يطول الوقت عشان نشرحه طبعا بدون كتب انا كلهم. شرف لينا وجودهم على المنصة، شرف لينا وجودهم في بورسعيد. فبشكر الشاعر الكبير هاني البيشي على تلبيته الدعوة، فأهلا بيك في بورسعيد. معانا النهارده الناقد والشاعر أستاذ محمد أبو الليث، ناقد وشاعر. معانا النهارده الشاعر عبد الله محمد، حاصل على جائزة الدولة التشجيعية، وده بالعلم بالشيء. أنا برى إن كلمة شاعر هي في حد ذاتها هي سي في. فأنا برحب بحضراتكم جدا في بورسعيد، وأترك الكلمة دلوقتي للشاعر الكبير هاني البيشي. هذه الدعوة الكريمة وهذه الفرصة السعيدة أتاحها لي وأصدقائي للقاء حضراتكم في بورسعيد. وأنا الحقيقة أنا يعني ما زرتش بورسعيد من أكثر من مثلا 12 سنة. كنت باجي مع شاعرنا الكبير شاعر بورسعيد وشاعر مصر الكبير الأستاذ محمد يونس، ربنا يديله الصحة. من بورسعيد باستمرار فيها بقالنا فترة من ساعة الأستاذ محمد يعني صحته شكرا للأستاذ أسامة على هذه الدعوة الكريمة، وشكرا أكثر تحية من أكون في شكر شاعرنا الكبير الأستاذ محمد أبو الشاعر الأستاذ عبد الله محمد، ويقدمون لكم أستاذ محمد إن شاء الله. مفيش سلام من طنطا كده ولا حاجة؟ مفيش سلام معاك من طنطا؟ السلام الجيزة مش طنطا. لا انت جيزة ولا طنطا؟ انا جيزة. بس مش طنطا. بس مش طنطا كتير. طنطا اسمه طنطا السلام الجيزة. منورين. طب كده بتعلي الصوت؟ حلو كده الصوت. طيب كده كويس؟ طبعا برضو حابب ارحب بالشاعر والناقد محمد ابو الليث، وبقول له نورتنا في بلدك في بورسعيد وفي وسط اصدقائك. وبرضه اديله المايك الكاتب. السلام عليكم جميعا، وشكرا للصديق وأسامة لهذه الدعوة الكريمة. وزي ما قال بورسعيد مش بعيدة ولا بعيدة عنا، لأن كل جماعة كبار أصحاب الشباب كانوا بين القاهرة تحديدا من أجل مصر الجديدة. ويمكن من قريب يعني من حوالي سنتين ثلاثة كانوا يعني بعض الضيوف عندنا زي محمد العربي عبده وآخرين يتيسر الحلول للمساعدة فتاح وآخرين. بورسعيد دايما مدينة الحرب والحريات أخرى، ويعني يمكن اختلاف المعادن اللي كان بيتكلم عنه الأستاذ أسامة لم يسعنا الحظ بحضور البقية من الآباء والأصدقاء، لكن بارك الله في من حضر وفيكم بركة بوجود جميلة، ونسعد بيكم في وسيلة إن شاء الله طريق لهذا الأماكن. شكرا جزيلا. برحب بالصديق الشاعر الجميل عبد الله محمد. مساء الخير. دي أول زيارة ليا لبورسعيد عموما، ما جيتش قبل كده خالص، ومبسوط إن أنا لأول مرة في بورسعيد، بالتحديد في نادي أدب بورسعيد. لو حد بس من سنتين بس قال لي إن أنت تكون موجود في بورسعيد مع الأستاذ هاني البيشي ما كنتش هصدق يعني. كذلك مع الأستاذ محمد أبو الليث، بس ده شيء يعني ليا كتير جدا 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 جدا. أنا مبسوط بحضراتكم، وأتمنى نكون ضيوف خفاف عليكم يعني. نورت الدنيا ونورت بورسعيد. طبعا احنا في تقليد بنعمله دايما لما بيكون عندنا ضيوف من بورسعيد، طبعا بندين للولاء لأبطالنا في 56 اللي لولاهم ما كناش احنا قاعدين هنا، ولولاهم يمكن ما كانتش مصر هي مصر دلوقتي. ندين ليهم. ففي عرف احنا بنعمله او تقليد معين بنعمله، بنبدا بقصيده من احد ابطال 56 ام الفقير.
أم الفقير الغنية العافية الولية اللي هزت بهونها البلاد، أم الفقير اللي ضحت وصحت في لحظة بنضالها ضمير العباد، ست وضربها تخالف حدودها، بتحبل تكلف تبيع الشوال. وبعد المحاولة وكل الدكاترة جربت كرمها ما هو الكبير، فزادت عشمها ولأجل إن يبقى ناديته قصادهم باسم الفقير. ولكن رياح الحياة العافية تكسر سكونها وما تجيش بخير، يخون الفقير بلاده وشبابها، يبلغ عليهم جنود الإنجليز، ما يبقاش عزيز على أمه اللي كانت بتتمنى ضفره، وبتعامله دايما معاملة إزاز، تولع بجاز في عقله مفكر وخان الأمانة، وتاخد بطار اللي مات بالوشاية بفعل الدمار لخان العباد. أم الفقير الغنية العافية الولية اللي هزت بهونها البلاد، أم الفقير اللي قتلت وجرحت بهونها النحاس العديد والعديد، أم الفقير اللي قتلت ضناها عشان بس خانها وخان بورسعيد. هتفضل سيرتها ترفرف فوقينا، وبيتها هيفضل مزار القلوب، ونفخر ونحكي لولادنا الحكاية عن أم الفقير اللي خاضت حروب بهونها وحلت نحاس مش مدافع، وفضلت تدافع عشان بورسعيد. دي كانت أحد أبطال 56 طبعا. بورسعيد طبعا أكيد أهل بورسعيد كلهم عارفين إن هي عملت إيه عشان بورسعيد، وضحت بضناها اللي كانت بتتمناها من الدنيا. وده طبعا كان مثال حي للفرق بين الضنا والوطن. فكرة إن ابنها الوحيد اللي جاي لها بعد غيبة وبعد شوق أو بعد أطفال بيموتوا، إن ابنها لما يبلغ عن الفدائيين اللي ما يعرفش الموضوع يعني، بلغ عن الفدائيين كان في مخزن ناحية جامع علوان، جامع علوان، فقبض على الفدائيين يومها واتصدمت في الأسلحة وكده، فالأم مستقيم من اللي هي فيه فقتلت ابنها. في قيلة أو الناس اللي هم الأكبر مننا قالوا إن هي ولعت فيه على بحيرة المنزلة. وبعد منها وهي في بيتها هم كانوا بيقولوا ان هو، انا طبعا ما حضرتش، بس كانوا بيقولوا ان هو شارع كسرى، وممكن الباشمهندس صحيح يصلح لي النيل والازهر. ايوه بالظبط كده. فهي في بتاع ده في المطبخ، فشافت عسكري نازل بالمظله، فخدت الهون والحلق والغطا النحاس بدون وعي، وخرجت فضلت تضرب عليه من الغل اللي جواه عشان اللي حصل مع ابنها، فطلعت الغل كله فقتلت العسكري. بقت سنه متبعه لسيدات بورسعيد ان هم يخرجوا بالهون وغطيان النحاس، يخطفوا العساكر ويضربوهم ويقتلوهم بده. فهي سنه جديده. ومن ضمن الحاجات اللي كانت برضه مثيره او نستدعي ان احنا نتكلم عنها، عبد الناصر لما هدد وقال احنا هنضربهم بالهون، فهم طبعا المخابرات بتاعتهم فكرت وقالت ايه الهون ده، وفضلوا يبحثوا ان هو ممكن يكون سلاح من السوفييت لديته للبتاع، فكان دخل عندهم مشكله كبيره، وفضلوا يبحثوا في الاخر خالص اكتشفوا ان الهون ده هو حاجه ايد نحاس كده بيستخدموها في الهون وده. فدي حاجه نفخر بيها كبورسعيديه. عشان كده انا بشوف ان لما يكون اي ضيف يجي من بره بورسعيد، اول حاجه نقدمها له ان احنا نقدم له ابطالنا. فانا قلت الكلام ده في عجاله سريعه عشان بس ايه الناس اللي ما تعرفش القصه بتاعت ام الفقير. وتعالوا نرجع بقى لندوتنا الادبيه ونسمع شعر من استاذنا الكبير. احنا عايزين نسمع من حضراتكم يعني. قصيدة بعنوان حوادث. يعيش على حافة في خطر، يعيش على حافة في خطر، يفكر في غده المحتضر، وبعض خلايا طفولته يعيش على طهر أمنيته، ويطرق يبحث عنها ترى أي ملعونة في الزجاج، يفتش في الكتب بين شرائط حاسبه في تلال الصور بحافة مكتبه تحت طرف الستار وبين ثنايا السرور كثيرا ما، وهو يبحث عنها ويلعنها
ويكيل النذر كثيرا يرى وهو يسخر منها ومن نفسه والنصيب العاقل ترى. أي نظارة تلك تحتاج نظارة ليراها البشر. مع الصبح رؤيته تتحسن، يصبح مع الصبح رؤيته تتحسن، يصبح أرضى هوى وأقر يرى وهو يفتح شرفته وبالعابرين يدين النظر. على طرف شباكه كوب شاي دقيق يداه لكي يستقر، يداعب في الأبرياء الصغار وينفخ سيجاره المستعد. يرى فترة بعدها لا يرى، إلى أن يظن انتحر يعود يحدثهم عن أصابه وعن أزود جميعهم بالخبر. ونظارة دائما تتطلب نظارة ليراها البشر. فإن سأل السائلون عن الوقت قال تأخرت معه. ويمضي على حافة الظل والطل ما تشرق الشمس وتنحسر، وينظر للأفق لا يستبين بلوحاته غير شكل القطر، ويرسم دائرة في المياه فإن تبدو منه الدوائر فر، ويبحث عن حافة للمطر ويبحث عن حافة للمطر، ويكتب شعرا لأن الحروف مرادفة للحركة الأخرى. فقط إنه رجل في خطر، وتم تمحل من الكسر. فقد كان يحلم أيام كانت له أمنيات بخلف القمر، وقد كان يحلم في أوليات أيامه بانقطاع المطر. هو الآن فوق شفا حفرته، هو الآن منكسرا ينتظر. فقط إنه رجل في خطر. إذن ربما وقف في خطر. وتسأل يا صاحبي ما العلاقة بينهما؟ شاهد بقيت بمشي على طرف الصوابع جري عشان خايف يدوس كعبي على دمه. وحيد امه اللي مات منها قصاد عينها صبح اشلاء بدمع عينيها بتلمه. صلح حلمه رصاص اعمى في ايدين مجنون ما بيهمه غير السطوه وجمع المال وانه يسود. بيبكي الدود على الجته اللي ماتت غدر، وتدعي الارض على الظالم في كل اذان. فريد حسان ودمه الحي بينادوا على الجته اللي شبعت موت. صدور عاليه قصاد صواريخ زمن بطال، وطلق رصاص ما بيفرق بين الجاني وبين اطفال. فريد بيموت على العجله بقصف غشيم، ما سابش لاهله غير ذكرى يدوب بدال. شرط القلب متعلم بطلق رصاص، وناس شاهده على الواقعه. تاريخ واحد على شاهد قبور للشهداء بالجمله. هتفضل على الزمن شتى عشان ماتوا بنفس الفكره والتوقيت. هو انا ممكن اقول من غير المايك؟ انا حاسس ان انا بس مسدس وموجود عشان الصوت بس يطلع. لا انا اقف اقول يعني ان شاء الله اسمع. اقول كوبايتين الشاي. اول تلميذ قرر يطلع على سطح المدرسة من غير خوف كان ينفع شاعر. يا خسارة خرزانة الناظر مش بتشوفه. أول عربية رش ناموس فاتت في شارعنا بقالها سنين كانت انذار للبني آدمين. لازم نتعلم كلنا نجري في نفس الناحية، ونزود حصة عشان نتعلم حتف الطوب. أول طيارة تفوت في الجو شاوروا عليها الأطفال إلا الطفل المرعوب. كانت بالنسبة له الطيارة تمهيد لحروب. أوقات بتعدي علينا حاجات وما بنشوفهاش، ما بنلمحهاش علشان الوقت بسرعة سرقنا. الشمعة
بتسهر ويانا ولا احنا بنسهر وياها خايفين نحرقها؟ اوقات بتعدي علينا حاجات ما بنشوفهاش. ادخل من شارع فاضي ما حدش داخل فيه احسن ما يدوسوا عليك وكأن ما حدش شافك. شيل ايدك من على ظهر اللي بيتصور جنبك، شيله على كتافك علشان لو شاف الصورة يبص عليها شوية وكمان يقرأها كأن كلام مكتوب في عينيك. الصورة الوحشة ما تمسحهاش، دي أكتر صورة بتشبه ليك. ما تخافش من الكلب السايب، خاف من المربوط، خاف من المغلوب. اعترف ان اقوى من الباقي. اعطي الاشياء حقها علشان هيجيلك دور. فيه وقت هتبقى انت المحتوى وانت الجمهور. هيجيلك يوم ومحدش يسمع عنك فيه. اللي انت قضيت عمرك تبنيه هيطير في ثواني. ومفيش حاجة هتشفع لك غير موقف انساني. اوقات بتعدي علينا حاجات ما بنشوفهاش، ما بنلمحهاش. اسمنت وطوب ومحاره وناس شقيانه كتير، لكن التسقيف في الاخر بيروح للنقاش. اوقات بتعدي علينا حاجات ما بنشوفهاش، ما بنلمحهاش. اسمنت وطوب ومحاره وناس شقيانه كتير، لكن التسقيف في الاخر بيروح للنقاش. السر هيفضل دايما على وش الفنجان مش طعم القهوة. السر هيفضل جوه حاجات بتعدي في سهوة. اعطي الأشياء حقها كامل. حوالينا بيوت وعماير حلوة بنوها ازاي؟ حوالينا بيوت وعماير حلوة بنوها ازاي؟ السر في كوبايتين الشاي، مش في الهندسة ولا في الصنعة ولا خفة ايد العامل. اعطي الاشياء حقها كامل. من بيت لبيت. اتفضل يا باشمهندس. عامل تداخل بس مع الاستاذ قبل ما تتحول بس نصف دقيقه. هو محمد عبد الله من بطرة. من بطرة صح؟ بطرة دي لها ذكرى، هي مع بورسعيد، تعتبر بورسعيد كلها يعني. كان في مجموعه هتتجرد في 5 يونيو 67، فكنت مع مجموعه انا منهم رحنا بطرة. قعدت فتره 10 ايام. كنت انا ثانويه عامه، فالامتحانات نجحت يوم 10 اتاجلت لاجل غير مسمى. واحنا في بطرة تعرفت على شباب في سني وقعدنا نذاكر مع بعض. نظامهم بلدهم مختلف عن اي بلد تاني. ازاي؟ عندهم النور مجانا والاذاعه مجانا. كنا بنعمل بقره خيط اللي هي الخشب دي، واللي فيها بسلك. كنت انت لسه ما اتولدتش طبعا. واللي فيها بسلك ونثبتها على الحيطه تديك صوت العرب والقنوات المصريه يعني الاذاعه. ليه؟ كان في محطه جنبهم محطه تقويه ارسال، كان كل الجو ممغنط. ده الحاله الاخيره بقى عشان بس ما اطولش عليكم. 9 يونيو لما عبد الناصر اتكلم عشان يتنحى، واحنا كنت قاعد في القهوه مع الشباب قاعدين نتفرج نسمع الخطاب. واول ما قال خلاص هنسيب الحكم وتنحى، الناس كلها كل واحد رفع كلمته حطها في بقه وطلع جري. البلد كلها بقول لك كل الرجاله طلع يجروا على السكه الحديد، ما لقوش قطر. فضلوا ماشيين على انفار السكه الحديد لغايه القاهره. طبعا هو المنصوره كان قبلها بحوالي تقريبا تلت ساعه حاجه زي كده. مشوا لغايه ما وصلوا المنصوره اي قطر موديهم القاهره وطلعوا يجروا. بس عشان انا بثبت، لان في ناس بتتكلم بيقول لك ايه الاتحاد الاشتراكي كان عامل خطه وعامل برنامج وعامل فيلم والكلام ده. انا كنت قاعد في وسط ناس عاديين جدا، مواطنين، ناس فلاحين قاعدين عايشين بيومهم ما لهمش دعوه باي حاجه. لكن طبعا عبد الناصر بيتدق من طالع نجم لغايه القاهره والعمل الزرقاء. طبعا الشعوب كان معاكم على القاهره زكريا، مش فاكر زكريا ايه كده. هو بتشرف. ايوه الله يخليك. معادن الشعوب بتبان في الازمه مش في الرفاهيه. من بيت لبيت الضرب داير والجو
بيدك العماير والدم فاير في العروق ومفيش هروب بالبيع صادق ولا ساير، الكل ساير في طريق بلاده. كل اللي عادوا الباسلة ندموا، ردموا الكنال بالدم، شم الولد ريحته وخلى السلاح قبلته والطلق تسبحته، هدوا البيوت بالطيارات ومفيش غارات قدرت تهد اللي اتبنى جوه القلوب، سكاكين وطوب وسلاح خفيف بيحاربوا سيف الاحتلال، ومفيش مجال للانهزام. يا تعيش بلدنا وننتصر يا نموت كرام. ريحة البارود زي النشوء بتطلع البرد اللي عشش بالقلوب، وقت الحروب والأزمة بس بتبان معادن الشعوب. وادي بورسعيد أكوام تراب وحديد ودم في حضن طوب، ساحل حديد والصلب ده ورجالها مش ممكن تدوب. حلقة الشعر والله تشبيه لأستاذنا محمد أبو الجيش. يا طالع في بيوت الشعر على المواسير، إلهي بالاسم مسلم. بداية لابد منها في زمن السرقات والزيف والمزيفين. مصر ولود بالمواهب، ولكن أين بؤر الطول التي تظهر وجهها الحقيقي في كل مكان؟ القصيدة بعنوان رقبة. أنا لم أرى الفرس التي لجت حوافرها المحيطة ولم أرى. أنا لم أرى الفرس التي لجت حوافرها المحيطة ولم أرى من وجه رقبة غير جبهته الشموخ في كل وجه مغربي. لم أرى تلك المعارك في الجبال وفي البوادي وفي سفوح الأطلسي. لم تكن تلك الضوابع عاديات حين يبدو الموت حاضرة. لم تكن غير بائعة الورود تسائل في سرور السائرين تاهين. أنا هنا لأطيب الأيام والأحلام، أصنع من خدود الأطلسي عرائس وعرائش للعابرين. وتسأل عن دمشق، عن الكنانة، عن حلب وعن القدوم، عن جيل هاتيك الشرور. وما السبب؟ من قد وطني من دبر؟ فأقول أنا لم أرى من وجه عقبة غير جبهتي الشمول. فتعود تسرح بالسباحة في النفوس والليونة في القدوم، وتعيد في دأب السكينة في البيوت المغربية والبيوع. رأيت راعيها وفلاحا ودركي الأمير، ووجه الله يشرق في بروق الرعد فوق حملان المراعي الشاكرين، لتعود أجنحة الملائكة في الضلوع لها وكأنها عادت ترفرف بالفراء الثلج، تشهق كي تطير وتسائل الغير المطير. أين هارون الرشيد؟ رأيت آنسة وآنس، شرطية وشريط حب في الوشاح المستدير، يؤنسون لنا الطريق ويؤانسون القائمين الحاضرين الراحلين القادمين، ويحلفون بأنهم لو قصرون. يا عشق طنجة في الشمال، وهوى أصيلة في الجمال، والصويرة في الجنوب. كذب الذين يهرفون ويزعمون بأنني زرت العرائش مرة. أنا كنت جند الله تحرسني الملائكة في السماء، وعرائش الرحمن اسمك يا جنان الله في حضن الرحيم. أنا لم أرى وجه عقبة حين خاض بخيله العربي في خد ذاك الأطلسي، لكنني قد شفته قد شف واقع الأبي في الشموس وفي النفوس وفي النوارس في كل وجه بغي.
استاذنا الأستاذ التشبيشي. في عتمة الإيقاع وعثرني صمت ولملم ربعه شملي وامتصني عطر وفوحني فأهاج ورد جماله نحوي آنست حلما قال يخطفني ويروج من حقل إلى حقل وكأن صوتا راح يندهني وكأنني آثم على ماء لكنني ماء رأيت سنا وجلوت لي بعض الذي تجلي سابقت نفسي نحو أزمنة لما تجد وأتيتها قبلي فوجدت وقتا في انتظار دمي وكأن عمرا مد من أجلي ربتت يمينك فيه فوق يدي وجذبتني ومددت في حبلي فغدوت آمن خائف وغدا عطشي لكم أروى من العلي وأذقتني ما لم أذقه ولم يخطر على قلبي ولا عقلي راحا فخفت لفرط نشوتها في الروح أهتف مرغما قلي في رشفة دامت لثانية فسكرت حتى حالي هي الشاعر عبد الله محمد. لا ما بيحبش المايك. ومتخيله مسدد. بينام الآن وكأن سريره هيغدر بيه، خايف الناس، خايف من الكلب اللي مربيه، ولا عمره بيمسح طين الجزمة بسلم حد، عايش وكأنه معاه كارت أصفر طول الوقت، واقف على غلطة وياخد طرد، وبيمشي حريص علشان كل اللي بيمشوا بسرعة هم اللي اخترعوا العربيات، عملوا الأسفلت، عملوا حدود، اختل توازن شكل الأرض. بينام في الميكروباصات علشان بيخاف من السرعة، بيعد سلالم بيتهم في النزلة وفي الطلعة، ويعد حبوب المكرونة. بتحبني؟ لا. بتحبني؟ لا. بيحاول يفلت من الأحداث أو يفلت من شر الوسواس علشان في دماغه بيعمل شأن، بيطلع نفسه كتير غلطان حتى ولو كان وياه الحق، وده أنسب حل هيضمن له. بيحاول يفلت من الأحداث أو يفلت من شر الوسواس علشان في دماغه بيعمل شك، بيطلع نفسه كتير غلطان حتى ولو كان وياه الحق، وده أنسب حل هيضمن له إنه ما يدخلش في سين أو جيم أو أي كلام، ويدوس على نفسه بجزم عشان المود العام. مش من عشاق الشتاء ولا من مجانين الصيف، وما عندوش أي مشاكل بين قاهرة أو ريف، ومحايد مع كل الأشياء، لكن مش حبا في الأشياء. وبيعمل كده من باب اسمه سر التخفيف. بيخش يوماتي في حرب لوحده مع الوسواس. عمرك ما تشوفه تلخبط لما الناس بتهدي، عمرك ما تشوفه تلخبط لما الناس بتهدي، لكن بسهولة تشوفه تلخبط من التسقيف. بيخاف يتبرع يوم بالدم
مش قلة أصل، ولكن خوفه بيجري في دمه، مش عاوز يأذي فلان ولا عاوز ياخد ذنب، مرعوب من فكرة إنه يكون من أهل القاع، وفي نفس الوقت بيؤمن إن القمة صداع، وعشان يرتاح كان لازم يفضل واقف جنبه. بيخاف من الأوقات الحاسمة، بيشخبط على كل إجابة، وبيعمل بالشخبطة رسم علشان العالم مستني الغلطة النهائية. وسواسه القاتل بيخليه بيلاحظ كل آلات العزف المتجمعة في الأغنية. وسواسه القاتل بيخليه مش مؤمن بال99، مؤمن بالوحش. عايز علاج. كلنا عايزين علاج. يعني احنا جايين نسمع. احنا جايين نسمع حضراتكم يعني. احنا سمعنا بعض كتير فاحنا عايزين. لا والله نفسي استمتع بيه. دي حقيقة. وحاول حاجات صغيرة كده عاملين عشان خاطر عطول. واحد. الصوت يا جماعه بعد اذنكم. وانا محمي بتلمحني ولا محمي ازاز سارح على ظهري، لا قادر افرده ويكسر ولا قادر اعيش محمي. ولا يفرق اذا شكر البعيد او ذم، ولا يفرق اذا شكر البعيد او ذم، ما يجرحش اللي مش مني ولا بهتمه. بيفرق غدر من غزيته القلبي ودمه هو نفس الدم. ثلاثة وأخيرا، أنا الجن اللي كان بيبص من فلة فراق قلبين عطوا شوقهم فغاص بيهم لسابع خوف، وجاني يرتجف من الناس ومن الحساب، فهدهدته وأجلسته وأجلسته على عرشي، ورحت أسحب من الفلقة فراق تاني لمملكتي. أحسن. عودة للصعيد والشاعرة شيماء البنا. السلام عليكم. هو ايه؟ شغال. سامعيني يعني اهم حاجه عشان انا كنت واطي بس. طيب بصوا مش عايزه اكرر تاني ان انا طبعا بعيده عن الشعر بقالي فتره، بس خلوني ان انا بقرا من الموبايل، بقرا من الموبايل اقرا من الكتاب بتاعي. هقول قصيده عزيزه على قلبي شويه اسمها اني بدات. طبعا عارفين بدات يعني ايه؟ يقولون إني بحبي إليك انتهيت، وإني بدرب من الجنون اهتديت، وإني بعرفي وعادات قبيلتي قد عصيت، وإلى الجحيم بروحي بين يديك ارتميت. يقولون إني بدائي هواك سقيت، فما عدت أشفى، وكنت محاوت الظنون يقينا بأني وله، وأنت تبرر بعض الأقاويل أني بعيد وإني مجرد دنيا صغيرة بعشقي مزن، وإني مجرد دنيا صغيرة بعشقي مزن، وإني بصبري تزودت وجعا حتى الكساد، وسمحا كنت أجاهد بحبك فخرا، وأنت بلهب الغرور زوال. أتهوى الهروب، أتهوى الهروب وقد ضعف عمري عرضا إليك، أتهوى التخلي وإني عن الدنيا بأمر يديك فكان،
لعوبا بطبعك دائل أنا، لعوبا بطبعك دائل أنا، فكنت تدندن سرا بعشقي وقهرا كرمز. أخبرك سرا؟ أخبرك سرا؟ إني بريء. نعم بريء كثافة كقرص ببئر غدرك والخيانة زويت، وإني للمنتهى ببهتان حبك بلغت، وقد تحررت وهربا بروحي وقلبي لآت. نعم نعم كنت أجاهر بحبك فخرا، وكنت أحبك حبا كبيرا، لكني أحاول شيئا فشيئا حتى. بعيد عن القافية والأوزان ميزان الشعر قد يختل. في ناس لو غابوا عن علمنا بيبقى الموت ساعتها الحل. فهذا النص غير شعري وغير قابل كمان للنقد وغير قابل يكون سعري وتقييمي في وقت الهد. أنا طالب قلوب تقدر تطبطب عن وجع فيا، تقدر حجم مأساتي، تشوف القصة بعناية، فسيبوا الشعر لاصحابه. اكيد للشعر اهل وناس وانا مش اهل والله، انا بوصف يا دوب احساس. فهاتوا قلوبكم تسمعني، وهاتوا عقولكم تقراني، وهاتوا الدنيا تمنعني. اقول عينيها وحشاني، ابلغ نفسي عن نفسي باني وقعت في شباكها، وبهرب من عينين يأسي ودايب تحت شباكها. بلملم 100 ملاك بكلام تقوله بروحها وبعينها، وبلس ايدي على الشباك عشان لمس في يوم ايدها. ما انفاسي ماهيش شرعي وسحبه الاكسجين منها، تعدي الناس على روحي تشوفني غرقت في جروحي، واقف قلبي على الناصيه ينادي بشوق يقول استنها، فتتبعتر وتتنطور ضلوعه في وسط دقاته، وتتمنظر دموعه تهز في سكاته، فيتمادى الوجع جواه، فيفرد روحه سجاده وكالعاده يصلي ركعتين لله. بيدعي لربه بدموعه، يجمع قلبه بطلوعه ويقول له يا ربي بترجاك وبتطلع، يا اما تاخدني عيش وياك يا تخمر لي النهار يطلع وروحي تطل من الشباك. انا قاعد مانيش ماشي، ولو هتعب ما يجراشي، ما انا عمري ما يسواشي، ومين يقدر يجيبها سواك؟ اذا غابت انا بدونها فراشة تطير بدون عينها، تشوف كل السكك واحدة تودي الليل نهايته هلاك. فلو كان الفضاء واسع هيعمل ايه؟ يطير بجناح وبيرفرف لكنه كثير. ولو كان الشجر بردان هيعمل ايه اذا اتدفى باوراقه في فصل خريف رصيف خالي من المرة ومتدفي بعمود النور، وجسم بتسكنه الاشباح ومتحاوط بعتم موصول، وقلب من الجراح خوخ صبح يشبه مكان مهجور عناكب عششت جواه، وتين قتلوه 200 مرة وكل المهلكات سكناه، ولكن روحه مضطرة تسيب جسمه يمات وحيد وتتسحب دماغ بره. فلو صار الحياة كانت تجمع جسمي مع روحي، كانت كل الجراح هانت، كانت فهم السكات روحي بإن أنا وإنت روح واحدة وأسمنها ما بين جسمين، ولكن نبضهم واحد فصعب يعيشوا متفرقين. ما كل جناح لازم له براح عشان يقدر يطير جواه. فلو حضنك يضيق بيا هطير ازاي وانا بالله بشوف الكون ده من غيرك كانه مفيش، كان جناحي متكتف ومتعلي معادله شريش. فانا هلجأ لحكم الله وحق الله وحق الكل انه يعيش. تعودي عشان تعود لي حياه وروحي تطل من عينك واشوفك وانت فاتحه الشيش. فاقول الله واستشهد بنص عظيم بان الرب قد يحيي عظاما بعد ان تبلى فيحييها وهي رميم. بان الرب قد يحيي عظاما بعد ان تبلى فيحييها وهي رميم. قلنا ابو سعيد الشاعر محمد السعيد
أنا فاهم وحاجات كتير اتغيرت وحاجات كتير اتغيرت، لكن أنا لسه عاشق بورسعيد، لسه راسم بحرها في القلب واصل للطريق، لسه بنطق اسمها وفلحناها أجمل نشيد. هي الجمال هي الجمال وبحسها في عيني عين. أجمل بلاد أجمل بلاد في الدنيا بلد بورسعيد، أجمل بلاد في الدنيا بلد بورسعيد. فراقك وهم فوق سطح ومش ممكن يكون مشروع. فراقك وهم فوق سطري ومش ممكن يكون مشروع. ومش هسمح انا طبعا باي دموع على عشرة حنين قلبي تحاول تيجي المشروع. لذا راح اغير الموضوع وهنسى انك وقفت في يوم على حبال الهوى حاولتي تقطعي بايدك وصال عمك روح وقلتي كلام وكان صمتك جروح نبشت في قلب شروق. لذا هنطق اليك وروح بحبك كلمه ما اعرفهاش ولون الورد في خدودك وحشتيني. بحبك وانت اغلى الناس في روحك نسمه تحييني. وحشتيني وضحك الطفل متشرد لحضن يضم وليله قدر كان حبك هو دعوه الام. وحشتيني فراقك حاجة مش موجودة في قاموس الهوى والشوق، وأي أعذار تقوليها مانيش قابل ولا هنقشف. غريق قلبي سنين قبلك ومديتي في ايديك الطوق، فخدتيني على رموشك في ظل عينيك وكنت أسكر وكنت بفوق. وقلت كتير كرهتيني وأنا عارف كلامك بره عن قلبك وكان مقصود زيادة شوق. فليه خوفك وانا حسيت نهار واقف على ازاز الحنين فارق في ايده شروق. ده انا من كتر ما بحبك قالوا لي القهوه هتظبط مزاج روحك وبكره تروح. ما صدقتش لان القهوه بشربها في ريق قلبك وكل شويه بفضل ادوق. بحبك كلمه بعرفها بتفاصيلك وتكوينك حقيقي بجد. ولما الليل يهاجم فكري ويجيبك بلحظه شك اقول له ابعد يا شيخ وكان عشان شاعر عبيد قلبي في احساسه. فيومي معاكي امشي وغد بشوف لي كم سنه بحبك وكم مره النجوم تتعد. ما كنتش اعرف الدقات ساعات تبقى بطعم الشهر، ساعات تفتح بيبان قلبي بطيب سيرتك فتطرح وجه بلم الباب بحروفك وانسى بدقتك خوفك. اكيد الدنيا عيناني في ليل قلبي شويه ساعه. وحشتيني وهذا الباب لو طول اكيد في الحاله هكون موضوع. اكيد هنسى واتحول وطف اشواق اجيب دموع عينيا نفسها تشوفك وحشها بضحك من روحك ورب الفضل ده ممنوع. لذا راح اغير الموضوع. اكيد ورد الحنين نابت وفي حوالي شويه شوق. وحشتيني مش عايز اسمع الناس. احنا عايزين نسمعكم بصراحه يعني. نسمع احنا انتوا ضيوفنا لكم الافضليه. لا العكس احنا عايزين نسمعكم والله. الله يحفظك. مفتاح المكالمة 218. نص كيلو جبنة حادقة، نص كيلو لب سوبر، وابعتي صور العيال. خلي عبده يخش ثانوي حتى لو بعت العزال. هو ايه الفلاح يساوي غير علام ابنه وارضه؟ لسه يا ابني الكلب ليك في الشعر برضه. لو سمعني خلي بالك من مكاني يا ابني، انت مرايتي اللي بشوفني فيها، واللي يتلف ابنه يتهد في ثواني، واللي يتلف ابنه يتهد في ثواني. يومها ليه ما سمعتنيش
ومشيت بسرعة. يعني كان لازم تسيب في القلب زعلك يا ام عبده غصب عني. الجنيه كان صوته أعلى، خدت بالي من صدى الصوت في المكالمة. انت شكلك قاعدة في أوضة الخزين، لسه فاضل قد ايه من قمح بكرة، لسه برميل الدقيق فاضي وحزين. يومها ليه ما سمعتنيش ومشيت بسرعة؟ كل مرة كنت بتقولي هسافر تتحرق لمبة من اللمبات في بيتنا. كل مرة كنت بتقولي هسافر تتحرق لمبة من اللمبات في بيتنا. أعمل إيه لو يوم قالولي وأنت غايب يما في الأوضة طار؟ أعمل إيه لو يوم قالولي وأنت غايب يما في الأوضة طار؟ يا أم عبده غصب عني. يومها ما سمعتش لصوتك في الحقيقة، بس يومها لمحت صورتك عالدولار. وادي عبده البلد أخبارها إيه؟ طمني عنها يابا. بعدك الحاجات وقفت مكانها، هي بس الأزخانة فيها أزمة. ما انت كان لك كيف في فوار الحموضة، زي ما تقول انت كنت شريك بنسبة. صحيح نسيت اقول لك بالمناسبة، لسه بمسح وشي في الجلاليب بتاعتك. كنت بستهبل واقول الفوطة ضايعة، كنت بمسح غلط وذنوبي في عبايتك. امتى بس هروح اجيبك للمطار؟ امتى بس هروح اجيبك للمطار؟ يابا في غيابك بشمر ايد قميصي والعيال اصحابي تتريق عليا، وانت مين غيرك هيربط لي الزرار؟ طب هقولك، الحمار اللي انت كنت بتركبه عمره ما في يوم اشتكى لحظة وجودك، بس لما مشيت يا ابويا اتقطم ظهر الحمار. على فكرة أغلب اللي موجودين روائيين بس أنا عن نفسي مش عارفة، أنا متفوقين جايين نسمع بنصور بس. طب اتكلمنا عن الجن مش كده؟ شوف إبليس قال إيه. أنا إبليس بنفس الهيئة نفس الاسم. أنا إبليس بنفس الهيئة نفس الاسم. قلوب ترجم في ناس غلبتني في التلبيس. أنا إبليس بنفس الهيئة نفس الاسم. وقلوب ترجم في ناس غلبتني في التلبيس. زمان علمتهم ازاي يدسوا السن في عسل، ولاد الجزمة غلبوني يدسوا عسل في السن. الناس نسيم، الناس نسيم، ناس مبدعة وناس إمعة، ناس مبدعة وقلوبها فايرة مشرعة، وناس مطبعة نسخ الهوى ومستنسخين زي المقابل نفسه في كل البرايا. ناس نسيم والناس نسيم، ناس مية عالية من أواديس السوائي، ناس مية عالية من أواديس السوائي طل في الأرض الشرائي هل كل ياسمين. وناس مية غيرة من ناسها غيرة صبت أوادسها وصوت نواعرها الأمين. والناس نسيم، ناس زي صفو النبع مهما تهرسها المطامع والسنين بتصب في نفس المعين. وناس
ناس زي صفو النبع مهما تهرسها المطامع والسنين بتصب في نفس المعين، وناس بتنسى ان انتسابها في خلقها وفي دفنها اصلا طين. الناس في اصل الكون لادم كانوا حبه واحده، صاروا بنار الغيره جوه الفلقه دينا فلقتين. الطهره طرحه في الفضاء بتمس، الطهره طرحه في الفضاء. الناس في اصل الكون لآدم كانوا حبة واحدة، صاروا بنار الغيرة جوه الحبة فينا فلقتين. الطهرة طرحة في الفضاء هيمانة من خضرة هابيل، والطلحة غيرة في الضلال بتمص من فوق ظهرها ضل أبيل. القاعد ماسك سنارته رغم شطارته المعهودة في صيد الأسماك، البحر محوط على سمكه ورافض يديه، وإيديه ممدودة بتتسول من حظ الهود، والموت أهون له من الحوجة وسؤال الناس، متداس من الدنيا ومع ذلك عامل مبسوط، منطوط الفقر على جبينه وبيتقطع فيها، وبيطلب بس من المولى رزق يكفيه، لا بيطلب عزبة ولا دياول وهدوم سنيه، ولا عمره اتجرأ يطلبها انه يبات شبعان. عمنا شعبان كان ساكن في بيتنا الارضي وفي اخر دور، يوميا سلم عمارتنا بيتونس فيه وبيعشق دبة خطواته صوت النهجان، حتى السكان كانت سيرته تحلف بحياته، ومراته عملت يوم طبخة الكل يدوم. مرزوق كان ابنه الوسطاني والبراوي الطبع، بيخالي ابوه على دي حاله ومش عاجبه الوضع، وعلاقتي معاه زي علاقة الكبريت بالجاز، والجاز اللي اقول لو بشتيمة كلمة تفيده انا كنت هقول له ان مداسه المقاصيد. الشرط ابوك يعمل لك كل اللي انت تتمناه، يكفيه وخلاص ان بيعمل كل اللي في ايده، يلم بايده الصنارة وعلى كتفه الكب، والدمع رصاص مسرور نازل على الخد يكب، البحر مقرط على جيبه ومشاه مخنوق، ودماغه فلاشه ما فيش فيها الا كلام مرزوق. مصاريف البيت صبحت عاله ومحتاجه القرض، قبل ما يفوق من دي الحاله بيخلص عرض، بتعدي تريلا وسكرانه تساويه بالارض، الدم بياخد صناته وينزل على البحر، يستنى الرزق يبدل منه ويكمل سعيه. تعالوا بقى نسمع موهبة النادي بورسعيد يوري بكر. طول عمرنا اتنين في واحد، شركاء وطن جوه خندق او في دشمة، دايما بتجمعنا المحن. ساكن احمد جنب عيسى وعم جرجس صاحب ابوه، للنهار مع بعض دايما، وابن هاني صاحب اخوه. تملي في الفرح تلاقيهم، كان اكليل او كان كتاب، قلبهم على بعض دايما مهما بيطول الغياب. واما بتهب العواصف والشيطان ينصب كمينه، القلوب في الشتاء ثابته كله متمسك بدينه. واما بتسافر في حته ويسألوه بترد مصري، كنت مسلم أو مسيحي إنما في الأصل مصري. طول عمرنا نفس المصير، يا مغمسنا بشقة والتحالي ضحكة حلوة لما يجمعنا اللقا. جوه جامع أو كنيسة الصلاة لرب العباد، دق الجرس مع صوت أذان كله حاضر في المعاد. شركاء وطن نفس المصير، تضلنا نفس السماء ويضمنا الحضن الكبير، حضن الوطن، حضن مصر. تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. شاعر محمد البدري. شاعر كده؟ شاعر بورسعيد. صلاح.
لما تيجي بعد كده تقولي تنوني الاول، يعني تقولي مثلا اقول قصيده للاستاذ يوسف صلاح، الشاعر يوسف صلاح بعنوان كذا. لا ده احنا عندنا مواد كتير، بس النهارده تغيير الميعاد عامل فكه. المفروض الاثنين واديني نسيتك وبقيتي مش عايز اطول. واديني نسيتك وبقيتي بالنسبه لقلبي يا دوب ذكرى، وهيجي الوقت في يوم تصبح مشهد محذوف من فيلم الحب. بما ان امبارح بقى ماضي وطبيعي يكون بعد فراقك كيلو تجاهل وجرام نسيان، برغم ان صورنا كتيره جوه في ألبومنا بقالها سنين، ومعاها يا دوبك ظرف قديم، ومعاها يا دوبك ظرف قديم مدهون بدموع، ورسالة بخطك مكتوبة بالورقة الصوت عن قصة حب كانت بينا من أول مرة في يوم شفتك. وأنا كنت في شارع أحلامي بتمنى ألمس كفوف أصحابي، مع إن تملي بقولها كتير طول عمري ماليش في العشق نصيب، وأنا مهما حاولت بإني أرتاح وأفتح أبواب المستحيلات واشتري في ورود علشان أعجب والفت أنظار كل الجميلات، هتفاجئ يومها بإن المفتاح كان جوه في قلبي وضاع مني، معرفش ازاي بعدت عني وسابتني زمان وانا محتاجها. بالتالي علاجها ملوش لازمه، بما ان الازمه الاساسيه مش في اللي يحب التاني اكتر ويقدر قيمته بدون ندوه، الازمه في انك سبتني رغم اني بحبك مجرد شفتك صدفه، وعينيا بتضحك لعينيكي، اصابتني العدوى وبقيت مريض محتاج ليكي. وعلاج طبيعي يكون انك تهتم بقلبي ومشاعري ونعيش عشاق. بما ان حكايتي معاك يا دوب بدايتها بان في يوم شفتك قدام عيني البنت الحلوه اللي صورتها مرسومه في قلبي بلون دم يصعب النسيان، وانا دايما فاكر لحظاتي واياها زمان لما ضحكنا على نكته زمان كنت بقولها عن واحد كان ويا حبيبته قاعدين مع بعض في عربيه رايحين مشاوير ملهاش اخر. في السكه ساعتها بيتناقشوا مين اللي قصر، مين مهمل، مين اللي هيقع في الحفره، ويعدي الوقت خلاص وصلوا ويقوم بسلامته عشان يفتح، والمشهد يومها هيكون ساخر، تضحك وتقول في كلامها عجاب ويرد ساعتها بكل غرور، الاخرى بتفتح من بره واسف على التكلم. الشاعر محمد مزلوح سألتها نفسك في ايه اقدر عليه واحققه؟ قالت امان، نفسي حضن من الدفا مليان حنان، عايزه قلبي في الصفا اعشق الايام معاه، وانسى عمري من نراح حزن وشقى، لهفه مني رخت ضلوعي سلمه تخطي منها سكه امانها اللي ابتدى، تنسى وياها الجراح وعمر راح في المبتدى، وفردت فرشه من الحنايا والجفون صدر وغطى، ورسمت من الأحلام مراية تشوف سكون الليل قضى، وفجأة ما لقيتهاش معايا وبقيت لوحدي بالحكاية، ولقيتني غرقان في السكات، ولما بصيت في المراية شفت فيها حاتمة. الشاعر محمد رؤوف طبعا رحمة على الأستاذ هارب الشريشي والأستاذ عبد الله طبعا شرطنا في السعيد. من هنا
هكتم أنين الشعر جوايا وأقعد معايا الحين ما أشوف الطيب، وما كنتش أعمل صدر براية للرصاص الحي، وما كنتش أرسم نخلة وآكل من بلعها الني وأتأثر، ومانيش هفسر رؤيتي أملا تصدق روحي تأويلي. من هنا يفرط على حجر أمي قلبي المبتلى خرط السنين المهملة يسألها تخرج على الملا وتدعيلي. من هنا لغاية مشيئة ربنا هصبر على حبس الغنى وهعدي على الأزمات وجلي، واطلع جبل أحزاني واستنى التجلي، واضرب مسلي وبان وانا باخد عظة ما تبانش ليكوا المعجزة غير مني ولا يظهر مثيلي. من وحي ترتيل الآيات الكبرى تنعم بالظهور، والشعر مني بفطرته يطلع مصدق فكرته مؤمن بندرة بذرته ومولي وجهه للرضا والنور. من هنا حور القصايد تنسيلي يرتوي، ولا عادش قولي في يوم دراعه هيلتوي، ولا هنزوي في ركني اللي كانه من الأسى، ولا سيبش دوري لمن أضلوا على القيم لتجاوزات المحدثة. من هنا قلبي انكسى بقميص مفيش دم كاذب، ولا فتلة دايبة ولا ضراير عيرة. من هنا صبحت كتابتي شعيرة، هتوضى واقصد قبلة التصحيح، وافضل انا رغم الضنا من مهد بركة ربنا جعلاني ناشئ من هنا فلاح فصيح، راكب على حمار المسيح، بايت في غار المصطفى عشمان سراج الحب بعد ما ينطفى يطوي الديوان. جايز ما كنش في الاوان غنيت، جايز ما كنش من زمان حنيت، لكن عانيت على بال ما ربي أراد، وفضلت ثابت لاعتراض فتمدلي حبل الوداد تبت فيه، وعليا ندر بنبرتي أو فيه، واعطر في توبي الأولي وارفيه، واحرم لبيت الله ببيت شعر البسيط لبيك، فوضت أمري يا حبيبي إليك، وأطبت بابك تفتحه بفضلك يا رب عدلك. عدل الصورة ووزن لي آخر كلمة مكسورة، عودي يا روح السر مأمورة، عودي بصفاء الوجه سليني، حلي بحلي وليك حليني، مليني مل احفظ وردد، وبخريني برقوتك ارتاح، افرد هنا ظهري ومدد، وافتح بيبان قلبي الوليفه، يسألني طيفه ازاي من الدقيقة انسلق لي براح، ومين من الداخل غسلني، وازاي وصلني شفرة المفتاح. الشاعر يوسف الصلاحي اللي البنوته قالت الشعر بتاعه. تعليم وبيعمل مجموعة حلوة. يا ابن الذين بتبتسم ولسه قادر على الحياة، مع ان بصت بكرة تايهة ومش عارفة تركن في اتجاه، زارع بذور الحب فرحة مروية من عرق النهار، والضحكة لسه في انتظار على الشفايف تترسم، الحزن بالنسر اتختم، والقلق أصبح قرار، نفخت ياما في الزبادي وكل مرة بتتلسع، كل مرة بتتلسع من شربة الناس اللحاف، رجليك على قد اللحاف، متكومين وسط السنين، على نغمة الناي الحزين بتغني أنشودة النجاة، مع إن تمن الدمع غالي راوي أملك بالدموع، دايس على شوق فرحتك، مختار نهاية سكتك فقطعت تذكرة الرجوع،
بتوزع الفرح ببلاش، وكتير من المعازيم ما جاش، وكمان بتعمل للقهات أجمل فساتين الزفاف. أيامك السودة العجاب اعمل حسابهم في اللي جاي، تبلك شوية من السعادة في السنابل متعانين، وارسم على الليل الحزين بورتريه لحظة شروق، خبط على النايم يفوق، يستقبل النور اللي جاي، ويدق هون ويا الشموع ويغربلوه وسط السبوع، وينبهوه يسمع كلام الشقيانين المطحونين المغلوبين المرسومين في خريطة الدنيا بسواد. اعلن على بكرة الحداد، نكس الأعلام يومين، واعزف ترانيم العناد، وارجع لفزورة الوجود. مين اللي يستاهل يعيش؟ اللي غامر في الحياة وعام على بحر الدموع، ولا اللي كلبة طفة صيفي وقطفها من كل الفروع؟ ومهما زاد الليل سواد إياك تبطل تبتسم يا ابن الذين تبتسم. بمناسبة الرومانسي بقى، طالما أستاذ محمد نزروه قال رومانسي، البنت اللي بحب جمالها مختلفة كتير عن كل الناس. الناس تتنفس لاجل تعيش، تتنفس هي تعيش ناس. تتحلف بس تروح واخداك على طرف جناح السماء بهدوء، فتطل الجنة من الشباك وتحس الكون سطران بيكون. معرفش ازاي بتطير بيا وما شفتش اي جناح ليها، ده انا قلت هفسحها شوية الكون يتفسح في عينيها. فهو سر وجود الجاذبية مش بس في وقع التفاحة، السر واصل النظرية كان كون بيدور على الراحة فتقابل بيها في احضانها، وكأنها قوة جذب عجيب بتشد الروح من اغصانها فتهز جذورها بشوق وتسيب. نيوتن كان واقف بره من 1000 سؤال محتاج اجابات، فسابتني الروح وقعت بره ولمحها بتحفر في السماوات، فتأكد ان الجاذبية مش فكرة ارض ونظريات، ده حبيبة الهزة الارضية وبتهز الكون من وضع ثبات. فطبيعي توقع تفاحة والعادل خلق تقوم وتبات على نصل رموشها الدباحة في 1100 مليون اثبات، والعادل نقع في غرامها واشتاق لسكوتها ولكلامها ونسيتها الفاكهة الفواحة بتهد الجيزة واهرامها. وخدودها ظواهر كونية من غيرها الكون يرفض يمشي، من وقت الشروق ضيع عيونها وتعامد نورهم على وشي، تتغير جغرافيا العالم والارض حدودها تكون رمشي، وما اشوفش الا جمال خطوتها وبقيه العالم ما يبانش. وكأن الدنيا كانت ممل او فكره شايلها على فلاشتي، ظهرت لي بنورها الرباني فاتحذفت مني ما كملتش، ما لقيتش كلام ينفع اقوله في ملاك من نور بحر لمطونه، وفي غيابه الحب يصير جثه وبيفقد سحره ومفعوله. كطعم وطعم للدنيا شبكني وصابني بسطته وكزرع الفرح حنيه، ده قلب الصخره حركته وتهمني وتوه فيها واشيل قلبي واعيش بيها، ورغم التوهه في عينيها طريق الصح غلطته. وما لو اوصف بياض الروح يفوت عمري وما يكفيش، ولو خدني الكلام والجوع سطور الشعر ما توفيش، مانيش بفرق بياض التلج مع نعومه خدودها الريش. وتلخيص للكلام والسرد مفيش منها حبيبتي مفيش، بقيت درويش في ملكوتها اسير لعيونها برضايا، بخور الجاوي كان صوتها ومن ابنرها جوايا يسوي مشاعري بغيابها، واحس البعد عن الانوار. شربت الدنيا لعبها ولفيت الحياه في مشوار، فتاهت مني خطويه في جنه بجسم انسيه، دعيت ربي تكون ليا وكن ليها الحياه والطار، دعيت ربي تكون ليا وكن ليها الحياه. قلنا رومانسيه بقى خلاص، رومانسيه. عوده للشاعر عبد الله محمد. هو ضد الميكروفون. هو انا عندي سؤال بس، هو سنه صغير، هو بيكتب شعر من زمان ولا من انت لا ما شاء الله واخد درجه الثامن تشجيعيه اللي فات كمان. يعني هوايه ولا دراسه يعني؟
ايه؟ هواية ولا دراسة؟ لا هي لا هوايه ولا دراسه. انا مش فاهم اللي حصل وحصل كده والله. اقول استراتيجيه جردل صفاء. بنشوف هنا الضحك نص الجدعنه ومفيش دفاتر للحساب، الكل عارف ايه عليه. صفاء ملاك الرحمة لابسة البلطو الابيض وايديها غرقانة في تقليب المعسل، والجزمجي بيراقب الاحداث في صمت. زباين القهوة بتترجى الزمن علشان تطول القعدة اكتر من كده. اياك تقول مانجا وليمون، هتلاقي صاحب جلابية بيحدثك في السخرية. قهوة صفاء ما تحبش الناس أغنياء. 60 سنة في البن والشاي والكازوزة. إياك تقول الشيشة، قول كنشة وجوزة. كتالوج قهاوي القرية زي قانون طوارئ بيطبقوه على أي حد بدون معارضة. بنشوف هنا القهوة بيت للي ملوش، القهوة بيت للي ملوش، ملجأ لكل الهربانين من دوشة العالم هناك، استشفى للعضلة اللي زاد الحمل فوق. الضمنة ساحة حرب مش لعبة تسالي، ومفيش مجال للهدنة غير وقت المطر، وما دمت صاحب فكرة هتعيش للنهاية. وصفاء هنا مش قهوجية وبس ولا صاحبة مكان، تقدر تقول المرضعة أو واحدة نزلت من السماء علشان تشيل كل الهموم. 60 سنة في المهنة دي رغم إنها ست بصحيح يا أهل العجب، بترش مية يوماتي قدام المكان علشان إذا تمر البنات ترفع عبايتها من الطرف اللي تحت خوفا من الطين والتراب. لقطة تسر الناظرين، كل اللي قاعدين يفرحوا، فالطول كمان القعدة أفضل من كده. الفقر بيخليك ذكي ويعلمك تعصر دماغك حد ما تجيب الجنيه، وبتكتمل خطة صفاء. والجزمجي بيراقب الأحداث بصمت. بنشوف هنا الغاية بتبرر وسيلة فعلها. ولو افترضنا العكس مثلا في الحكاية، وصفاء ما رشتش الحياة من جردل المية اللي في ايديها الشمال، كان مين هيضمن ان جزمة حد زايد تتعاص من المية اللي من جردل صفاء وده رزق راح للجزمة؟ كان مين هيضمن؟ ولو افترضنا العكس مثلا في الحكاية، كان مين هيضمن رزقي؟ كتاب بسيط. طبعا عبد الله محمد طبعا عبد الله محمد اصغر شاعر خد جائزه الدوله التشجيعيه. تعالوا بقى ما نجيب برضه، احنا برضه عندنا ناس صغيرين واخدين جوائز الدوله. يحيى معروف اخد جائزه الدوله للمبدع الصغير. ما شاء الله. اسمع بقى نص ويا سلام ما تقول لي بس ماشي تعالى كل واحد قرب انت كده خدت هيا عشانك وطاع عظيم سلام لزرعي وأرضي ونوح الحمام. أنا برضو ابنك وانت الأساس، عشانك هغني يا بلدي بحماس. هحارب وضحي وافوز على عادي، وكل اللي حبك يمد الايادي. ولو مت عادي هكون لك شهيد، يربرب جناحي وهفضل سعيد. وفي الجنة تكمل رسالتي لعينيكي، تعيشي لي حرة وصبح عليكي. تحية عشانك وتعظيم سلام لزرعي وارضي نور الحمام.
جميلة يعني. خلاص خلاص. حدثني من لا أشك فيه حدثني من لا أشك فيه عن مهاجر عن أخويه عن أبيه عن جده المقتول في السجون قال لما كان ما شفناه في عام المنصة وزاد الغم حتى استعبر الناس ضحى وساد فيهم هربهم ومرهم ودخل السجن على أيامها خلق كثير فسجنت معهم ولم يكن لي ناقة في شأنهم ولا بعير إذ أتانا صائح يقول والسيجار في شفائه والعلكة اللعوب في شدقيه من مات منكم لم يكمل سجنه فليقض عنه بنوه ما أهمل فبناته إن لم يكن ذا صبية مديرة الأدنى من المنزل كي يعلم الناس الذين نحبهم ونذكر الناس بما أخفل من طال منه لسانه أو كفه فلنا يد في عنقه أطول إن كان فرعون قضى هامانه لما يزل في قرسه ولا يأتي واستعمر الله وشد حاجبيه استاذ حامد الاسكندراني مش عارف حامد الاسكندراني عايز تقول قصيده؟ عايز تعمل ايه؟ اتفضل اتفضل يا استاذ الله يخليك طبعا عشنا وجماعه جميعا تدور خيرات والله اتفضل يعني مشوار الحياه يلي جيت من شط تاني حبتين ورجعت تاني جيت منين رحت فين حاجه يابا محيران رحت فين يابا وفين راح اللي قبلك بدي اقول لك كلمتين بدي اقابلك واسالك عن سر يابا سر حير ناس كتير الصغير والكبير وعم عباس الغفير وسليمان ساعي المدير والمحافظ والوزير كل دول ماشيين طابور والقدر داير يدور والكاسات بين المواقف للي ماشي واللي راكب واللي يجي الدور عليه يلقى كاسه بين ايديه واللي يشرب كاسه يطلع من الطابور واللي يطلع من الطابور بيتوجهوا في القبور والقبور سعرانه ما قالت كفايه والقدر يسقي الالم دم الدواير والالم يكتب ويكتب والمزاحمه للمناكب للي ماشي واللي راكب واللي يجي الدور عليه يلقى كاسه بين ايديه الشمس بتنقح في دماغه الشمس بتنقح في دماغه وتصر يومات تجيب داغه وكأن ما بينهم حرب وطار والمطره بتستقصد سيره وبتعالج خططه وتفكيره وتوحي عليه سكاكين الريح بياع سفيح تناديه الناس عبد الغفار على كرسي في قهوه في نصي الكون بيدوب حزنه بشوب ليمون ومعلق عينه على السماوات مستني الباب يمكن يفتح ويشطح بخياله المربوح عشمان هيعود بالفرحه ولعبه اطفاله ومصاريف البيت مشبوح تنطيط من شرق الارض لمغربها وبالطول والعرض وكأن الفرد مع الصلوات الشقه مع كل دقيقه ساعات وعظام بتئن بفعل السن العوز وضغوطه اليوميه خلت احباله الصوتيه في تشكيل الناس احساس الحوجه مفيش منه الا دخول النار عبد الغفار المتعلم كان وارث عن جده المهنه من عهد الكهنه دلوقتي سنه الزلزال والفقر ده ورث بيتورث اجيال وهو كبر الوقت وصار كهنه ومازال شغال كان شغله سؤال
بجواب مجهول بيقول معقول رب التدبير كان جاب لي الكون علشان اشفى واسدد فواتير؟ لا مش معقول. السر اكيد انا مش عارفه، ده الحلم ان جيت امسك طرفه بيفر اوام، احلام بتسلم احلام واللي بيتحقق برضه مفيش. انا لازم اعيش واليوم ده خلاص هاخده اجازه، بتعدي قصاد منه جنازه فبيسال مين علشان يدعي له ان مصيره ما يكونش النار، فيرد الكل بصوت واحد بياع سريح بتعنده الريح بناديه الناس عبد الغفار. عشان يبقى ختامه مسك نختم ليلتنا مع الشاعر والناقد الاستاذ محمد ابو الليث. طبعا احنا مش معناش كلهم مستعجلين عشان السفر، وهي دي المشكله، هو من ساعتها الله ما عايزين يوصلوا السفر. المشكله ان المواصلات من القاهره للقاهره مشكله، فاحنا عاوزين بس نلحق الفجر ان شاء الله. طبعا انا مكرر شكرنا للصديق الاستاذ اسامه عبد العزيز، وسعيد جدا بحضراتكم، ونتمنى كانت تبقى صباح لكن هي ظروف الحياه. طبعا كل سنه وانتم طيبين بمناسبه عيد الاضحى المبارك، ربنا يجعله بالخير واليوم والبركات على الجميع. القصيده بعنوان مخاض النور. وجع الميلاد زي الممات، هم الحية في كل عين وكل ما بينهم وفات. وجع الميلاد زي الممات، هم الحية في كل عين وكل ما بينهم وفات. رعب المخاض زي الوداع، روح رايحة جاية في كون بيتنفس حياة. من يوم جفاك الخوف وجات يجدد العهد القديم، اهرب لنخلات الصحاب الطيبين. هز المواجع في ضلوعهم سبطات أو باب، وباب الطلق فاتح على السفات. اهرب لنخلات الصحاب الطيبين، هز المواجع في ضلوعهم سبطات أو باب، وباب الطلق فاتح على السفات. اهرب إذا زاد الوجع والحمل مال، والسر شقشق بالسؤال، ونقطعوا كل السكك أو قطعوه. عنوانك الأيام معاك لملمه، وفق لكهف العارفين في الآية هناك. انظر صيامك على الكلام شاور عليه، وإن اشتبه يوما عليك أو شبهوه فما تظلموش. اطلب يهوذا كون جريء، وفسر الشعر اللي جالك في المنام. ريح عينيك وتفهموك الخوف نجاة، اكسر عصاه توهب من الموت الحياة. وان دارت الضلمة عليك حنن عليه، تلقى ضياء فتح عينيك، ويجيك روي وزي طفل بريء بيهرب من العسس. نبض خوف وروح قدس حاوط عليه، واطلق اهاتك قد ما وجعه يقول. يفرض جماله عن ايدين ما بين ميلادك والميلاد. الله عليه الهامه كحنان السماء، ومخاضه في دهر البتول. الشعر نور، اصبر على نار تنور. الله انا طبعا اسمع صدى مع الله يا ريت اسمع عبد الله. أقول إمام ملك حجة أبوه في الاستعجال، حجة تأخير الدكتور عن وقت ولادته بساعتين. كان فاهم معناه ايه. من أول يوم له في الدنيا كل الناس متعشمة فيه. طفل وديع في عيون الناس، وبيرضى بأي مقاس جزمة حتى ولو مش ذوق، وبيعمل من كتفه سلالم لأصحابه وحبايبه علشان يطلعوا فوقه. عمره ما كان طباخ للسم، لكن كان بيدوق. بقى بمرور الوقت بيكبر والعالم يصغر في عينيه. بقى بينام من غير ما يفكر
بكرة هيلبس ايه؟ شايل هم الناس وهمومه ولا فرقت وياه ولا مرة. ما بقاش مرتاح حتى في نومه علشان الأحلام مش سرة. بقى بالنسبة له الحرية لما يجيله السكر برضه. كان بيكلم نفسه يطمن نفسه بأي كلام. لو رجليك ورمت من المشي يبقى أكيد قضيت يوم حلو وكله تمام. ماشي في مالطة تأذن، لا، من بعد طيور تسبح. كان عايش في الدنيا نسمة هوا من وسط زكام. يكسب للخسران ويقول ما تسيبوهوش يخرج من الملعب، اجروا عليه صفوه. كشاف الملعب هيضلل حزن عليه دلوقتي. لعن عليكم واحد واحد انتم والجماهير. ينصر في المظلوم ويقول اكسروا قفل السجن بتاعه وافتحوا نور الشمس. اكتر حد بريء في الدنيا، اكتر حد بريء في الدنيا هو اللي بيسرق من جارهم محاصيل العصافير. يضحك للزعلان ويقول دي هتفرج بزياده كمان. وانتم يا بنات وسط الزفه، انتم اطراف الفستان. كان ظهره يطقطق 100 حته من كرباج على ظهر حصان. كان بيحب القرآن كله وبيعشق صورة الإنسان. أكتر حد وديع في الدنيا وأكتر حد وديع في الموت. حاول يعمل حاجة جميلة قبل ما قطر العمر يفوته. آخر حاجة قالها بصوته لما نكون ماشيين في جنازته نمشي في شوارع جانبية. أكتر حد وديع في الدنيا وأكتر حد وديع في الموت. حاول يعمل حاجة جميلة قبل ما قطر العمر يفوته. آخر حاجة قالها بصوته لما نكون ماشيين في جنازته نمشي في شوارع رئيسية. في كام طفل بيلعبوا كورة في حارات وشوارع جانبية مش عاوز يفسد أوقاتهم حتى شكرا لكم على اليوم الجميل دوت. مش عايزين تمشوا، مش معناش منكم بصراحة، وأنا عارف بس إن أنتم مرتبطين بموضوع، بس عايزين صورة جماعية بعد إذنكم يا جماعة.